والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على هذا الحضور الكبير وهذا التضامن العظيم. وأنتم أهل المقاومة وأهل الوفاء، أنتم الذين كنتم وما زلتم تملؤون الميادين وتملؤون الساحات. فمجددا السلام عليكم يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، ورحمة الله وبركاته. أنتم الذين كنتم قبل أسابيع قليلة وفي هذه المنطقة بالتحديد مع سيدكم أبي عبد الله الحسين عليه السلام تعلنون التزامكم بفلسطين والقدس وقضية المظلومين والدفاع عن المقدسات. لقد قلتم له في اليوم العاشر، واليوم مجددا أمام العدوان الأمريكي الصهيوني السافر على القدس، على المقدسات الإسلامية والمسيحية، على شعب فلسطين وعلى الأمة كلها، نجدد موقفنا وثباتنا والتزامنا حتى النصر أو الشهادة، ليسمع العالم كله ما قلناه في هذه الساحات قبل أسابيع: ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين. الحسين اليوم هو عنوان المظلومين، هو عنوان دين السماء الذي يعتدى عليه ومقدسات الأرض التي يعتدى عليها. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم جميعا وبجميع الذين شاركونا في هذه التظاهرة الجماهيرية الكبيرة من الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية والإسلامية، وأخص بالذكر الإخوة والأخوات في حركة أمل، وكذلك أهلنا الكرام في المخيمات الفلسطينية، فلسطينيي الشتات، فلسطينيي المخيمات الذين ما زالوا يتمسكون ويمسكون بحق العودة ويرفضون التوطين ويرفضون الوطن البديل، ويربون أولادهم وأحفادهم على حلم العودة إلى فلسطين، إلى كل فلسطين. هذا الحلم الذي سيتحقق وقريبا جدا جدا إن شاء الله. أيها الإخوة، حيث أن طبيعة اللقاء والمناسبة لا يتسع للمطولات، اسمحوا لي أن أقرأ باختصار وأدخل إلى العناوين. أولا، باسمكم جميعا نتوجه بالتحية، تحية التقدير والتعظيم والإكبار للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، في غزة والضفة والقدس و48 في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، على وقفته التاريخية وحركته السريعة منذ الساعات الأولى لصدور قرار العدوان الأمريكي الذي أعلنه ترامب باعتباره واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. هذا الشعب الصامد المضحي صاحب التضحيات الجسام الذي يواجه اليوم بصدره بالحجارة، بالقبضة العزلاء وبالسكين هذا العدوان ليدافع عن القدس ومقدسات الأمة كلها
مقدسات كل المسلمين في العالم ومقدسات كل المسيحيين في العالم، فله منا كل التحية والإشادة والتقدير والتعظيم والإجلال والانحناء باحترام. ثانيا، يجب أن نقدر عاليا جميع المواقف التي صدرت رافضة لهذا العدوان الأمريكي السافر والبغيض على القدس وعلى القضية الفلسطينية وعلى كرامة هذه الأمة. ومن ضمنها يجب أن نقدر مواقف جميع الدول والرؤساء والحكومات في العالم الذين رفضوا قرار ترامب ولم يؤيدوه ولم يستجيبوا له. هذا أمر مهم يجب أن ينتبه إليه كل شعوبنا العربية والإسلامية التي تخوض هذه المواجهة في هذه الأيام. كان ترامب وإدارته كان يتصور بأنه عندما يعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وبكل تلك العنجهية والاستكبار الذي شهدناه منه سيخضع له كل العالم، وستتسابق عواصم العالم من أوروبا إلى العالمين العربي والإسلامي، إلى روسيا، إلى الصين، إلى كندا، إلى أمريكا اللاتينية، إلى أستراليا، ستتسابق لتلحق به ولتعترف بما اعترف ولتعمل ما عمل. ولكنه وجه برفض العالم لعنجهيته واستكباره، وبدا ترامب وإدارته الأمريكية بدا غريبا وحيدا معزولا، معه فقط إسرائيل الكيان الغاصب صاحبة المصلحة الأكيدة في هذا القرار. هذا الأمر مهم جدا ويجب البناء عليه، ويجب أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية على تحصين مواقف هذه الدول الرافضة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لأنه بكرة حيبلش الشغل عليهم دولة دولة، حكومة حكومة، اتصالات علنية، اتصالات سرية لتتتالى الاعترافات، وهذا ما يطمح إليه نتنياهو وتحدث عنه بالأمس. أيضا يجب أن نقدر المواقف التاريخية لكل المرجعيات الدينية الإسلامية السنية والشيعية، من النجف الأشرف إلى قم المقدسة، إلى الموقف الدائم لسماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله، إلى شيخ الأزهر الشيخ الأكبر، إلى المرجعيات الدينية المسيحية، إلى باب الأقباط، إلى البطريركيات المسيحية والمرجعيات على اختلافها، وخصوصا في المشرق وفي مشرقنا العربي. يجب أن نقدر عاليا كل التحركات الشعبية بأشكالها المختلفة، الإعلامية، الاعتصامات، التظاهرات، البيانات وخصوصا التظاهرات التي خرجت في عواصم ومدن كثيرة في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم، وعبرت فيها الجماهير عن غضبها وإدانتها لهذا العدوان وعن التزامها واهتمامها بقضية القدس وفلسطين. أنا أدعو المعلقين السياسيين والمحللين السياسيين والخطباء وخصوصا من محورنا أن لا يهونوا من أمر هذه التظاهرات والتحركات والمواقف، أن يعطوها حجمها الطبيعي. طبعا هي غير كافية صحيح، ولكنها مهمة جدا ومطلوبة وواجبة في هذه المرحلة، وخصوصا بعد هذه السنوات العجاف مما شهدناه في عالمنا العربي والإسلامي من فتن ومن محن أريد فيها لشعوبنا أن تنسى فلسطين وأن تنسى القدس وأن تغرق في آلامها وأحزانها ومعاركها وفتنها وصراعاتها الداخلية. اليوم وبعد كل الأحداث التي عصفت في منطقتنا أن تخرج التظاهرات الشعبية وأن تنظم الاعتصامات الجماهيرية وأن يعبر الناس والنخب
بكل أشكال التعبير عن موقفهم الرافض للعدوان الأمريكي على القدس وتضامنهم مع فلسطين وإحيائهم لذكرى وقضية فلسطين هو من أوجب الواجبات الإعلامية والنفسية والمعنوية والروحية والسياسية، بل هو من أشكال المهمة جدا للتغلب على نتائج السنوات العجاف التي عشناها في السنوات الماضية. أنا أخاطبكم أنتم الذين تتظاهرون اليوم في ضاحية الوفاء والإباء، وأخاطب كل الذين تظاهروا وكل الشعوب العربية والإسلامية وكل الجاليات العربية والإسلامية في العالم، وأقول لهم إن تظاهراتكم اليوم هي على درجة عالية من الأهمية في سياق المواجهة القائمة مع هذا العدوان. اعرفوا قيمة حضوركم في الميادين وفي الساحات وفي التظاهرات وفي الاعتصامات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبكل أشكال التعبير، لأن الرهان كان أنكم نسيتم وأنكم تخليتم وأنكم تعبتم حتى عن أضعف الإيمان. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الاحتضان الشعبي الذي يعبر عنه بالتظاهرات وغيرها هو يشكل دعما معنويا كبيرا جدا للمقاومين والمنتفضين، حتى الذين يقاتلون في الساحات. نحن كنا في حرب تموز، عشنا هذه التجربة، إخواننا في غزة في الحروب المتعددة عاشوا هذه التجربة. إن كل متظاهرة أو اعتصام أو احتشاد قل عدده أو كبر كان يحصل في أي مكان من العالم كان يزيدنا قوة وعزما وتصميما ويشعرنا أننا لسنا وحدنا. اليوم الشعب الفلسطيني المتواجد في الخطوط الأمامية هو بحاجة إلى هذا الحضور الجماهيري والشعبي في كل الساحات. إن التظاهرات اليوم تشكل البيئة الحاضنة لكل حركة المقاومة والمواجهة التي ستتصاعد في مواجهة هذا العدوان. لذلك لكل الذين تظاهروا وحضروا وقاموا بهذا الواجب كل الشكر والدعوة إلى مواصلة الحضور وإلى مواصلة المواجهة وإلى مواصلة التحدي. هذا شكل من أشكال المواجهة. طبعا اليوم قد نشهد بعض الخروقات كما حصل في الوفد البحريني الذي ذهب إلى فلسطين المحتلة. هذا الوفد لا يمثل شعب البحرين ولا علماء البحرين ولا إرادة البحرين. هذا الوفد يمثل السلطة الغاشمة في البحرين، هي التي أرسلته وفي هذا التوقيت وحملته ما سمي برسالة الملك حول السلام والتسامح والعيش المشترك وما شاكل مع من؟ مع المحتلين، مع المغتصبين للمقدسات، مع الذين يهودون القدس، مع الذين يسحقون عظام الأطفال الفلسطينيين في فلسطين. هذا لا يعبر عن شعب البحرين. شعب البحرين خرج يوم الجمعة في كل البلدات وفي كل القرى وفي كل المدن بتظاهرات بناء على دعوة علمائه وقادته ليعبر عن تضامنه مع فلسطين ومع القدس، وأطلق عليه الرصاص وقمع وأصيب بالجراح واعتقل الكثيرون. هذه فضيحة للسلطة في البحرين التي تقمع شعبها وتمنعه من التظاهر من أجل فلسطين، وفي نفس الوقت ترسل وفدا للتطبيع مع العدو ومع الكيان الغاصب. على كل من فوائد القرار الأمريكي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أن يميز الخبيث من الطيب، أن يميز الخبيث من الطيب، أن يميز الخبيث من الطيب، ليس في البحرين فقط بل على امتداد العالم العربي والإسلامي وفي كل العالم. أيضا في سياق التحركات الشعبية يجب أن نذكر وأن نخصص شعبين خرجا للدفاع عن فلسطين تحت الرصاص
وتحت الحديد وفي أجواء القتل. كل الشعوب في كل العواصم خرجت، احترامنا لها من أندونيسيا إلى آخر بلد عربي وإسلامي. ولكن شعبان خرجا وواجها الرصاص وتحت النار، الشعب الفلسطيني والشعب اليمني الذي خرج في صنعاء وفي صعدة بمئات الآلاف، وصنعاء وصعدة تقصفان في كل يوم وفي كل ليل من قبل سلاح الجو التابع للعدوان السعودي الأمريكي على هذا البلد وعلى هذا الشعب. وهذا يؤكد أصالة الشعب اليمني ومظلوميته وحقيقة موقفه اتجاه القضايا الأساسية لهذه الأمة. أيضا في نفس السياق الشعبي، قبل أن أنتقل إلى الشق السياسي من الموقف، أيضا في نفس السياق الشعبي إننا في لبنان، وهذا الخطاب للفلسطينيين ولكل الأمة، إننا في لبنان اليوم نفتخر بإجماعنا الوطني. تعرف اللبنانيين صعب يجمعوا على شيء. نفتخر بإجماعنا الوطني حول القدس وحول فلسطين وحول الموقف من قرار ترامب المدان والمستنكر من قبل جميع اللبنانيين قاطبة، والمواقف التي أعلنت من قبل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس المجلس النيابي والكتل النيابية والنواب في اجتماع المجلس النيابي الاستثنائي ودولة رئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية والمكونات الشعبية في لبنان، وصولا إلى الخطاب المميز لوزير الخارجية اللبناني في اجتماع الدول العربية في القاهرة. كان في خطابين مميزين، لبنان والعراق. ومن هذه التظاهرة على الأرض اللبنانية وفي ضاحية بيروت الجنوبية نجدد باسمكم لشعبنا في فلسطين الآن وفي نهاية الكلمة بعد قليل، نجدد العهد والميثاق أن نبقى في لبنان مع فلسطين وشعبها ومع القدس وأهلها ومع المقدسات الإسلامية والمسيحية مهما كانت التضحيات. من عجيب التقديرات أن يخرج هذا العدوان الأمريكي الترامبي على مقدسات المسلمين والمسيحيين في القدس بين ذكريين عزيزتين غاليتين على المسلمين والمسيحيين، بين مولد النبوي الشريف ذكرى ميلاد رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ونشهد اليوم انتفاضة حقيقية في الروح، في الفكر، في الموقف، في الإرادة، في الميدان، في الشارع، فيها مسلمون ومسيحيون يتضامنون بقوة للدفاع عن مقدساتهم. أيها الإخوة والأخوات، في الشق السياسي المباشر للقضية، لقد بدأت سريعا نتائج قرار ترامب ومخاطره تظهر. ففي اليوم الثاني تماما اجتمعت حكومة العدو وأعلنت عزمها على بناء قديش 14,000 وحدة سكنية في القدس، وعلى البدء بتغيير الأسماء العربية للشوارع فيها والباقي يلحق. كل المخاطر التي تحدثت عنها قبل أيام. هذا يفترض تحمل مسؤولية. إن هذا القرار الأمريكي يجب أن نعرف جاء في سياق ليس معزولا ولا مفصولا، له ما قبله وله ما بعده. عندما نرجع إلى ما قبله سنفهم جيدا ماذا جرى في منطقتنا خلال السنوات القليلة الماضية. عندما كنا نتحدث عن المشروع الأمريكي الصهيوني الذي تساعد عليه بعض الدول الإقليمية في تدمير دولنا وحكوماتنا وجيوشنا وشعوبنا، بال2011 قلنا لكم، واليوم نذكر، قلنا لكم إن أمريكا التي تدعم الجماعات الإرهابية التكفيرية
وفي مقدمها داعش هدفها الحقيقي هو تدمير مجتمعنا ومجتمعاتنا، والهدف تصفية القضية الفلسطينية، حتى يأتي يوم ينسى الناس فيه فلسطين، فتأتي أمريكا وتفرض الحل والتسوية التي تريدها هي وتنسجم مع مصالح الصهاينة. هذا الذي نشهده اليوم، ولكن ستخيب آمالهم وخابت آمالهم. إذن هذا فيما قبل وفيما بعد. هذه الخطوة لها ما بعدها. القدس، سيقول الأمريكيون لكل الحكومات العربية والفلسطينيين: قدس خلاص خارج البحث، تعالوا لنكمل تسوية. التسوية في المشروع الأمريكي الإسرائيلي المدعوم من بعض الدول العربية على ما يبدو هدفه تصفية القضية الفلسطينية والمخاطر الآتية على الشعب الفلسطيني، على بقية الأرض الفلسطينية، على السيادة الفلسطينية، على اللاجئين الفلسطينيين. إذن له ما بعده، هو في سياق. لا نقف عند اللحظة، لا نقف عند هذه المحطة، وإن كانت محطة هامة وخطيرة، والتوقف عندها من أجل مواجهتها وليس من أجل الجمود عندها. يجب على الأمة جمعاء أن تواجه هذا المشروع الأمريكي العدواني الخطير. المسؤولية لا تقع فقط على الشعب الفلسطيني أيها الإخوة والأخوات، وإنما على الجميع. نعم، بالدرجة الأولى تقع المسؤولية على الفلسطينيين، لأنهم الخط الأول، لأن صمودهم هو الأساس، لأن مقاومتهم وانتفاضتهم هي العامل الأكثر حسما. أيها الإخوة والأخوات، ومن هنا نتوجه إلى الفلسطينيين ونقول لهم: إذا رفضتم أنتم كفلسطينيين، وأقصد الجميع، الفصائل الفلسطينية، القوى الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، إذا رفضتم الخضوع للإملاءات الأمريكية وبعض العربية، إذا لم توقعوا على أي مشروع من هذا النوع، إذا أصريتم على القدس عاصمة أبدية لفلسطين، ورفضتم أبو ديس وأم ديس وكل عائلة أبو ديس ومن يقف وراء أبو ديس، إذا رفضتم ذلك، لا تستطيع لا ترامب ولا 1000 ترامب ولا كل العالم ولو أجمعت كل دول العالم أن تنتزع منكم مقدساتكم وقدسكم وأرضكم. أنتم الأساس في أي موقف. إذا وقفتم العالم سيقف إلى جانبكم أو بعضه في الحد الأدنى، أما إذا تخليتم سيقال لكل من يريد أن يقف من أجل القدس: هل تريد أن تكون فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين؟ هل تريد أن تكون ملكيا أكثر من الملك؟ اليوم موقفكم يا شعب فلسطين العزيز والمقاوم والصابر والعظيم والمضحي هو المفتاح لكل المرحلة التاريخية الآتية والمقبلة، وعليكم الرهان وكلنا معنيين أن نكون معكم وإلى جانبكم. أيها الإخوة والأخوات، بناء على ما تقدم وعلى نتائج هذا القرار، أستطيع أن أقول اليوم وبالفم الملآن: لقد تمت الحجة الإلهية، الحجة العقلية، الحجة المنطقية، كل أنواع الحجج التي تخطر في بالكم. لقد تمت الحجة اليوم بعد قرار ترامب وأداء الإدارة الأمريكية الأخير على كل أولئك الذين كانوا ما زالوا يراهنون على أمريكا أو على موقف متوازن منها. لقد تمت الحجة على كل أولئك الذين يراهنون على تدخل أمريكي لمصلحة الفلسطينيين أو الدول والشعوب العربية على حساب إسرائيل. لقد تمت الحجة على كل الذين سلكوا طريق المفاوضات العقيم. وآن الأوان ليعرف الجميع أن أمريكا
ليست راعية السلام في فلسطين وفي المنطقة. أمريكا صانعة إسرائيل وداعمة إسرائيل. أمريكا راعية الإرهاب والاحتلال والتهويد والتهجير والإحراق والتدمير والفتن. أمريكا صانعة داعش والجماعات التكفيرية. ويجب أن يكون موقف الأمة الوحيد أمام أمريكا والذي تلخصه كلمتان: الموت لأمريكا. الموت لأمريكا، 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 الموت لأمريكا. آن الأوان لأن يفهم الجميع أنه لا يجوز الثقة بأمريكا أو الركون إليها، بل هي العدو الذي يجب أن يحذره الجميع ويقف في وجه الجميع ويدينه وتدينه كل المحافل. ثانيا، يجب أن تتركز أيها الإخوة والأخوات. هلا عم نحكي شعوب وحركات وأحزاب وحكومات ودول، لمن يقبل ولمن يصغي. يجب أن تتركز كل الجهود والضغوط السياسية والشعبية والإعلامية بخط عريض على عزل الكيان الصهيوني مجددا، على عزل الكيان الصهيوني مجددا. أنا عم حاول مثل ما حكيت قبل كم يوم أن أذهب إلى أهداف، إلى نقاط واقعية. ليس المهم أن نرفع شعارات ونعلي السقف، هذا جيد ومطلوب تعبويا وفي الرأي العام وفي التثقيف السياسي، لكن دعوني أن أتحدث بالمباشر من أهم الردود على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتكريس إسرائيل في المنطقة هو العودة إلى عزل هذا الكيان بالكامل، وذلك عبر الضغط الشعبي والجماهيري، وأيضا في المجالس النيابية وفي الحكومات والأحزاب ومواقع التواصل والتظاهرات وبكل الأشكال، على الحكومات والأنظمة في العالم العربي والإسلامي، وأيضا على بعض النخب المستسلمة والمطبعة، أن يتم الضغط أولا لقطع العلاقات العربية، بعض الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل. هذا يجب أن يكون هدف مركزي في المرحلة الحالية. الضغط على الحكومات لتقطع العلاقات وتغلق السفارات الإسرائيلية وتنهي أي اتصال مع الإسرائيليين، لوقف كل أشكال الاتصال مع الصهاينة عربي أو فلسطيني، لوقف ومنع أي شكل من أشكال التطبيع، أي شكل من أشكال التطبيع، وتفعيل عمل المقاطعة في كل البلدان العربية والإسلامية. وأنا أقول لأهل القدس وأقول لأهلنا في فلسطين: أي وفد يأتيكم مطبعا شو ما كان، لابس عمامي أو عامل هلال أو حاطط على صدره صليب أو شيخ عشيرة أو كبير أو صغير، كل من جاء إلى فلسطين مطبعا اطردوه، اضربوه بالنعال، ارجموه بالحجارة، لأنه لا يمثل شعبه. وعندما يعود يجب أن تحاسبه حكومته، وإلا فليحاسبه شعبه. إذن الضغط السياسي لعزل إسرائيل، لعزل هذا الكيان، وأهم خطوة هي المطلوبة من السلطة الفلسطينية بكل واقعية، حتى لو بدنا نحكي براغماتيا، حتى لو بدنا نحكي تكتيك مفاوضات. يا أخي حتى لو ما بدكم تطلعوا من المفاوضات بالتكتيك، قل لهم جديا، قل لهم: نحن انتهينا من عملية التفاوض، انتهينا من عملية التسوية، ما لم يرجع ترامب عن قراره هذا. بس يرجع ترامب عن قراره بدك ترجع على المفاوضات، هذا شأنك. أضعف الإيمان هنا أن يعلن السلطة الفلسطينية، وأن تعلن جامعة الدول العربية، وأن تعلن قمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بعد يومين وقف عملية السلام، مش أنه بعد المبادرة العربية للسلام على الطاولة أن يقولوا للأمريكيين انتهينا، ما في شيء على الطاولة، ارجعوا عن هذا القرار، بنرجع نحكي على الطاولة.
حتى سياسيا وتكتيكيا. هذا منطق قوة ومنطق مؤثر ومنطق فاعل، وإن كنا لا نؤمن نحن بمساوي المفاوضات على الإطلاق. ثالثا، يبقى الأهم أيها الإخوة والأخوات هو أن يكون الرد على قرار ترامب انتفاضة كما دعا القادة الفلسطينيون. لم نقدر نحن بلبنان ولا حدا في محور المقاومة ولا أي مكان في العالم أن يملي على الفلسطينيين ما يفعلون. الفلسطينيون دائما كانوا السباقين في المقاومة، والسباقين في المواجهات الشعبية، والسباقين في الانتفاضة، وكانوا معلمين كبار في هذه المدرسة. الفلسطينيون أنفسهم هم الذين يقررون ما عليهم أن يفعلوا، وهم الذين يقولون ونحن نردد معهم لنتحمل مسؤولية جميعا معهم. نعم أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أقول اليوم إن بالمطلق أهم رد على قرار ترامب العدواني هو إعلان انتفاضة فلسطينية ثالثة. هو إعلان انتفاضة فلسطينية ثالثة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا هو الرد الكبير والحقيقي، وهي مسؤولية الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وعلى كل العالم العربي والإسلامي أن يقف إلى جانبهم وأن يساندهم. وأنا اليوم أعلن أننا أريد أن أتكلم اليوم ليس فقط باسم حزب الله، بل باسم كل محور المقاومة، وأنا أعرف آراءهم ومواقفهم وعلى تواصل مع الجميع، دولا وشعوبا وفصائل وحركات. أريد أن أقول ما يلي: أيها الإخوة والأخوات، ويا شعب فلسطين ويا شعوب المنطقة، اليوم محور المقاومة ودول محور المقاومة تخرج من محنة السنوات الماضية، وبالرغم من الجراح والآلام التي أصابتها تخرج منتصرة قوية صلبة. هذا المحور يكاد أن ينهي معاركه في الإقليم ويلحق الهزيمة بكل الأدوات التكفيرية التي استخدمتها أمريكا وإسرائيل لإسقاطه وسحقه. اليوم محور المقاومة سيعود ليكون أولوية اهتمامه ورأس أولوياته، وليعطي كل وقته ومن جملته حزب الله للقدس وفلسطين وللشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، بكل كتائبها، بكل سراياها. ونحن نراهن على الجميع أن نقف إلى جانبكم وبكل الطاقات. إنني اليوم أدعو إلى التئام شمل المقاومين جميعا، إلى لملمة الصفوف بعد السنوات العجاف، إلى تضميد الجراح بعدما أصاب هذا الجسد الشريف من آلام ومن جراح خلال السنوات الماضية. أنا أدعو جميع فصائل المقاومة في المنطقة، جميع فصائل المقاومة في المنطقة، وكل الذين يؤمنون بالمقاومة في المنطقة للتواصل والتلاقي لوضع الموقف الكبير واضح. ما حدا يقول بدك تناقشوا الموقف منتهي. الموقف هو أن علينا أن نواجه هذا العدوان لنستعيد القدس، ولتبقى القدس ولتبقى القضية الفلسطينية أمام محاولة إسقاطها. للتلاقي من أجل أي شيء، لوضع استراتيجية موحدة للمواجهة، لنواجه جميعا باستراتيجية واحدة وواضحة ومحددة، ولوضع خطة ميدانية وعملانية متكاملة تتوزع فيها الأدوار وتتكامل فيها الجهود في هذه المواجهات الكبرى. ونحن في حزب الله وفي المقاومة الإسلامية في لبنان سنقوم بمسؤولياتنا كاملة في هذا المجال. يا شعب فلسطين
ويا شعوب المنطقة، يجب أن تثقوا بربكم وبوعد الله تعالى لكم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن نصرنا الله بحضورنا ووحدتنا وتلاقينا وتحملنا المسؤولية وملئنا للساحات والميادين وعدم تخلفنا وخوفنا وعدم تراجعنا. الله ينصرنا. ثقوا بربكم، ثقوا بأمتكم التي يراد لكم أن تيأسوا منها، ثقوا بحركات المقاومة وبمحور المقاومة الذي ما دخل ميدانا إلا وخرج منه منتصرا، محور المقاومة الذي نقل الأمة من عصر الهزائم إلى عصر الانتصارات. أيها الإخوة والأخوات ويا شعب فلسطين، أرادوا لهذا القرار أن يكون بداية النهاية للقدس وللقضية الفلسطينية. تعالوا معا لنجعل هذا القرار الأمريكي الأحمق الغاشم بداية النهاية لهذا الكيان الغاصب إلى الأبد. وليكن شعارنا ومنهجنا وبرنامجنا: الموت لإسرائيل. هذا ما يجب أن نحول التهديد إلى فرصة، وأن نحول هذا الخطر إلى إنجاز، وهذه الهزيمة الدبلوماسية والسياسية للحكومات العربية أن نحولها إلى انتصار للأمة وللشعوب ولفلسطين والمقدسات. اليوم حتى لا يقال معلقت، اليوم أو أمس نتنياهو يطلق من باريس تهديدات للبنان والمقاومة في لبنان وللبنانيين بكذا وكذا وكذا. هو يريد أن يحرف المسار، يريد أن يجعل المسألة الآن سلاح حزب الله وصواريخ حزب الله وحديثه عن مصانع صواريخ في لبنان. أنا اليوم لن أرد عليه. يجب أن يبقى المسار والتمركز والتوجه قدس، القدس العاصمة الأبدية، القدس التي لن نتخلى عنها، القدس التي يقول عنها الشعب الفلسطيني، ويجب نحن اللبنانيين أيضا وكل شعوبنا العربية والإسلامية أن تردد مع الشعب الفلسطيني: للقدس رايحين شهداء بالملايين. الأجواء التي يراد لكم وللشعب الفلسطيني والأمة أن تعيش اليأس، أنا أقول لكم بكل ثقة بكل يقين، لا شايف منامات ولا عم بنقل روايات، بالواحد زائد واحد يساوي 2، بالمعادلات، بالانتصارات، بقواعد الاشتباك، بالإمكانات التي تحضر، بمحور المقاومة الذي ينهض من جديد، بالتحولات الموجودة بالعالم، وبالثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. قرار ترامب سيكون بداية النهاية لإسرائيل إن شاء الله. هذا ما أحببت اليوم، ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، يعني ما أطول هالقد بس طولت، ولكن هذه وقفتنا، هذا هو موقفنا
هذا هو التزامنا وإلى الأبد. نحن في لبنان بلد المقاومة، شعب المقاومة، بلد تضحيات، بلد الشهداء، بلد الكبار والعظماء، وبلد الانتصارات. كنا مع فلسطين من قبل 1948، كان أجدادنا وآباؤنا، وبقينا مع فلسطين وسنبقى مع فلسطين حتى يصلي المسلمون في المسجد الأقصى والمسيحيون في كنيسة القيامة، ونردد ونقول: لن نترك فلسطين، ولن نترك القدس، ولن نترك أقصانا، لأنه اليوم يمثل العنوان الذي استشهد من أجله أبو عبد الله الحسين عليه السلام، الذي كما بدأنا نختم ونقول له: ما تركتك يا حسين، ما تركت 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 يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفتح من الله ونصر قريب إن شاء الله.